محدش عارف هو هيعمل ايه، ولا لاعب في ارض الملعب فاهم ولا عارف هو عايز ايه من المباراه او احنا نازلين نعمل ايه. كارثه فنيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى النهارده على ارض الملعب. اتحاد العاصمه لعب جيم افضل منك بكتير وخد الاستحواذ، وده الجيم اللي انت بتحبه، رغم ان انا مش شاري ده. انا كمشجع زملكاوي قاعد في المدرج ومنظر الجمهور يا جماعه خيالي باخر. مش هاجم، فانا كنت عايز ان انا هاجم، كنت عايز ان انا اضغط، كنت عايز ان انا ابقى شرس، ابقى عايز انا اللي ليا، انا الفعل، انا اللي اجيب جون وجبته، اجيب الثاني واجيبه واجيب الثالث. ده اللي انا كنت عايزه. بس خلاص كابتن معتمد جمال ما عندوش الافكار دي. ماشي يا كابتن معتمد هندافع، طب نعمل التحول اللي انت بتعرف تعمله. لا ما عملناهوش ولا مره عرفنا نعمل التحول. طيب هلعب جيم التحول، انا خلاص بقى هشتري منك يا كوتش، يعني انت يا كابتن معتمد راجل مدرب كبير فانا هشتري منك. هلعب جيم التحول، يعني انا خلاص قررت ان انا هفضل طول ال 90 دقيقه حاطط ايدي على قلبي ونايم ورا. هلعب التحول. طب لعبني التحول، طب سيب شيكو بنزا الوحيد اللي عنده المتنفس انه يعمل التحول، اللي من افضل يمكن هو وشحاته بعيد عن ضربه الجزاء وعدي دباغ، هم الثلاثه يمكن كانوا افضل ثلاثه في الزمالك. فشيكو بنزا نقول ان هو من افضل الناس اللي كانت موجوده وبتجري، وهو النفاسه اللي بتسحب الفريق في التحولات وهو اللي يروح. اطلعه. طب ليه؟ ما فهمتش. هل الزمالك كان مشكلته في الهجوم في الاثنين الاسترايكر؟ هل الزمالك راح كتير قوي والمهاجم اللي موجود ضيع كور كتير؟ لا. طب مشكله الزمالك كانت فين؟ مشكله الزمالك ان هو ما كانش اصلا عارف يطلع بالكوره. مشكله الزمالك ان هو ما كانش عارف يعمل البيلد اب من تحت ولا عارف يعمل التحول. يعني اذا المشكله فين؟ المشكله في قلب الملعب يا كابتن معتمد. عبد الله السعيد وادم كايد اسوأ حاجه في الدنيا. محمد شحاته اللهم هو الوحيد اللي قادر واللي شايل نص ملعب لوحده، بيحارب وحيدا في نص الملعب. فانا مش عارف اطلع بالكوره، فانا مش عارف اروح عشان اعمل التحول اللي انا اصلا نايم عليه وان انا بلعب عليه، واللي لعبته هناك احسن من هنا 100 مره.